امبارح كنت في مناقشة رسالة دكتوراه في أكاديمية فنون مسرحية لصاحبتي وصديقتي اللي بحبها قوي دكتورة دينا دياب، رئيس قسم الفن في جريدة الوفد. وكان رسالة الدكتوراه بعنوان خطاب التطرف الديني في الرواية المصرية المعاصرة. طبعا مالناش دعوة بالموضوع ده عشان ده كلام كبار، بس كان من ضمن لجنة المناقشة هو دكتور شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون. دكتور شوكت قال حاجة مهمة جدا وفكرتني بحاجة، يعني أنا حتى طلعت بعد المناقشة حييته وشكرته عليها. هو إنه ليه دار الأوبرا المصرية مش بتقبل إنه ندخل بالزي المصري بتاعنا. زي مثلا أنا في مرة افتكر كنت في مهرجان من المهرجانات، او اعتقد مهرجان القاهره التجريبي، يعني لقيت وانا داخله المسرح حد عايز يدخل المسرح الكبير ولابس الجلابيه اللي هو الجلباب البلدي او الجلابيه الصعيدي والعمه، اللبس التراثي بتاعنا المصري اللي المفروض يعود تاريخه للعصور القديمه في مصر. الامن قال له لا، ممنوع، لازم بالزي الفورمر او الرسمي. فجالي حته كده اللي هو مش احنا، مش دي دار الاوبرا المصريه وده المفروض اللبس المصري، في حين انه في المهرجان بيدخلوا. طبعا انتوا عارفين في المهرجانات الدوليه بيبقى فيه كل العروض والمشاركين من دول مختلفه زي السعوديه والكويت والامارات وعمان وكتير قوي قوي. كل الناس دي عادي بتخش بالجلابيه بتاعتها العامه، اللي هو ثواني اسمهم اللي هو الطوب السعودي اللي هو الدشداشه والشيله والبشت والمشلح والنفنوف كمان للنساء، والكندوره في الامارات. يعني لو غلطت في اي حاجه من دي اصدقائي ممكن يصلحوا لي بقى، يعني عادي. فجيت سالت بتاع الامن ليه مش عايز تدخله؟ هو مش ده اللبس المصري ودي دار الاوبرا المصريه، من حقه يدخل زينا زيه كده. قال لي لا، ممنوع يا انسه، ده لازم بالزي الرسمي علشان الشكل العام والمنظر العام ومش عارفه ايه. ايه التناقض ده؟ كان في حفله في دار الاوبرا المصريه من فتره لفنان ومنشد شهير. بعد الحفله شفت كومنتات على بعض المواقع الصحفيه غريبه جدا، اللي يقولك ايه ده، هو من امتى الجلابيه بتدخل دار الاوبرا المصريه؟ هي الحفلات دي مش مكانها دار الاوبرا المصريه، الحفلات دي مكانها مش عارفه ايه، عبس كاتبين عبس 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 عبس. مع ان يعني الفنان ده مش اول مره يشتغل او يغني في او ينشد في دار الاوبرا المصريه، طول عمره بيغني في دار الاوبرا المصريه، وطول عمر دار الاوبرا المصريه مليانه ثقافات من كل حته في العالم مش في مصر بس. ده اللبس المصري بتاعنا، من حق اي حد لابس جلابيه اللي هو اللبس بتاعنا اللي هو كان في عصر من العصور كان ده اللبس بتاعنا. بس يعني انا افتكر المسلسل بتاع امينه، مش فاكره اسمه ايه، مسلسل والفيلم بتاع امينه ده، السيد مش فاكره اسمه. كانوا كلهم بيلبسوا جلاليب عادي جدا والطربوش والمش عارفه ايه. دلوقتي بقى ممنوع يا جماعه، ده دار الاوبرا المصريه مش دار الاوبرا الامريكيه ولا البريطانيه ولا المصريه، يعني الهويه المصريه بتاعتنا. سيبوا الناس تلبس اللي هي عاوزاه وتدخل تتفرج على الفن وتشارك في المهرجانات براحتها. يعني عايزه اقول لكم بعض من الزملاء يعني كانوا دايما اللي يقعد يدور على جرافته ولا يدور على بيبيونه، فيعني اوكي ماشي تمام البدله مع ان على فكره في بعض الفنانين، مش هقول اسمائهم لان هم اصدقائي وزملائي واساتذتي كمان الاكبر مني، بيدخلوهم عادي جدا من غير بدله ولا جرافته ولا بيبيونه، يدخلوا بقميص كاروهات وقميص مشجر، حاجات اللي هي الحركات بتاعه الساحل الشرير، بيدخلوهم عادي، مش بتقول لهم لا ممنوع. نيجي عند الجمهور العادي اللي عايز يخش يستمتع يتفرج، يقول لا. امتى دار الاوبرا المصريه او وزاره الثقافه المصريه هتعترف انه الزي المصري بتاعنا هو الزي الرسمي عادي زيه زي البدله والجرافته والبيبيونه سيبوا الناس تستمتع، ومش كل حاجه قيود. لا لا لا، ما ينفعش اللبس، انتوا مالكوا؟ ما هو ده لبس مصري وده زي مصري. ولا نيجي على الغلبان يعني.